السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم أحلى زلابية، مكوناتها موجودة في كل بيت. بسرعة بقى كده عشان ما نطولش الفيديو. هنجيب دول تقريبا 4 كوبايات دقيق، وهنحط عليهم رشة ملح، ده الطبيعي في أي عجين. وهنجيب معلقة خميرة فورية ممسوحة، وهنحط عليها معلقة صغيرة سكر وشوية مية دافيين، وهنسيبهم على جنب شوية كده لحد ما نتأكد ان الخميرة شغالة. اتأكدنا اهي ما شاء الله الخميرة طلعت فارت اهي على طول. هناخدها ونحطها على طول على على الدقيق اللي عليه رشة ملح. مفيش اسهل من كده مكونات. معلش بهدلت الدنيا. وبعدين هنقلبهم، نحط الاول الخميرة بالمية، وبعدين نبتدي بقى نقلب، وجنبينا مية دافية دافية مش سخنة قوي عشان ما تبوظش الخميرة، ومش ساقعة برضو عشان تشغل الخميرة معانا، يعني نحط فيها صباعنا كده تبقى دافية وحلوة. نبتدي بقى نعجن ونسيب. على فكرة يعني انا هتلاحظوا في العجن ان المية زادت مني شوية، فلازم يبقى جنبي كده شوية دي احتياطي عشان ما تبقيش ضامنة الدنيا تبوظ منك ولا لا. بس ان شاء الله كده يمشوا مية شوية بشوية، ما تحطوش مية كتير مرة واحدة. بس أنا كان عادي يعني جنب الدقيق، ولو زادت الكمية مفيش مشكلة، يعني أنا عايزة الكمية تزيد. فزي ما انتم شايفين، بصوا عملتها كده لقيتها بتنزل بسهولة، رحت جايبة معلقة دقيق وعجنتها تاني، وبعدين جربتها لقيتها برضو محتاجة، يعني هرفع العجينة كده الاقيها برضو بتنزل سهلة على طول كده. لأ أنا مش عايزاها كده لسه، يعني بشكلها بين صباعي ما بتتشكلش. هاخد رشة دقيق تاني، معلقة تاني، وابتدي الربة دي بقى. خلي بالكم مهمة جدا عشان ندخل الهواء في العجينة. بص نربها كده اهي، ابتدت العجينة تتقل شوية معايا، وعملت الشكل بين صوابعي كده لقيتها بتديني دايرة يعني. فخلاص كده كويسة قوي، ولا يابسة ولا طرية. هنلم العجينة بقى كويس، وبعدين نسيبها في مكان تخمر. المفروض نحط معلقة زيت، أنا نسيت، مفيش مشكلة يعني، ما أثرتش معايا في حاجة. بعد ما خمرت بقى كده نص ساعة نحطها في مكان دافي ونغطيها. نجيب بقى شوية زيت حلوين كده، أنا بعملها في حلة عشان خاطر الزيت يبقى عميق يعني. وبعدين ننزل الخمر، نقلب العجينة عشان ننزل الخمر بتاعها، عشان الزلابية من جوه يبقى فيها بتقطم كده، ما تبقاش فيها هوا، فاضية من جوه. ومعانا بولة فيها شوية زيت ومعلقة صغيرة. ممكن تعملي يعني بكيس وبمقص، والطريقة موجودة في فيديوهات كتير على اليوتيوب. أنا بحب بالمعلقة سهلة يعني مفيهاش مشكلة. زي ما انتم شايفين أنا مقربة لكم الصورة أهو. بناخد العجينة ونطلع نخلي العجينة كده تبظ وتطلع بين صوابعنا كده، وبعدين نقطع بالمعلقة اللي احنا يعني حطيناها في الزيت. فهي هتنزل لو العجينة مظبوطة هتنزل في الزيت، هي هتاخد شكل الدورية على طول. يعني مش احنا اللي بنعمل شكل دورية بين صباعنا، احنا بنطلع بس حتة عجينة عشان المقدار، وهي بتنزل في الزيت بتتدور بنفسها يعني. اهو تخلي بالكم ان انتوا برضو بين كل طاسة وطاسة تقلبوا العجينة، عشان بتبقى ابتدت من الحرارة انها تختمر فيدخلها هوا. لا فاحنا بننزل الهوا اللي فيها ده. اهو انا بقى بحب ان انا اقلبها كده على طول عشان كلها يبقى نفس اللون. يعني ما احبش مثلا اسيبها تحمر من تحت وبعدين اقلبها، لا، ايدي فيها على طول. اول ما املى الطاسه ووش الطاسه كله يتملي، اروح ابتدي بقى اقلبها كده على طول. لاحظوا لو العجينه طريه او زياده عن اللزوم مش هتتشكل معاكم دوريات كده، ولو يابسه برضو مش هتبقى حلوه، لا قدر الله ممكن تفرقع في الزيت. فالعجينه تبقى ولا يابسه ولا طرية قوي، تبقى حلوة ان هي بتتشكل معاكوا طرية، وفي نفس الوقت مش جامدة. تمام. اهو نبتدي نقلبها كده زي ما انتوا شايفين. الزيت بنحط في الزيت اول ما يبتدي الزيت يسخن، ما بننزلهاش في زيت بارد زي بلح الشام، لا بنزلها في زيت سخن. واول وبعدين تبقى شقرة كده نطلعها جنبيكي في مصفى، تسيبي المصفى بقى، وبعدين تبتدي تروحي تقلبي العجينة تقليبة تاني، ونبتدي نعمل نفس الموضوع اهو لحد ما نخلص الكمية كلها بتاعت بتاعت الزلابية والعجينة كلها اللي عندنا. تمام. اهو انا خلصت كده، المفروض دي تقريبا اخر طاسة اهو. هرجع بقى تاني اخد اخد من المصفى، واحاول اخد من اول واحدة اللي هي الباردة اللي احنا
كنا عاملينها اول مرة. وابتدي برضو ايدي فيها اقلب كده، وتحضري بقى جنبك عندك انت محضرة اللي هو المفروض يعني تبقي محضرة كمية سيرب في البيت، سيرب اللي هو الشربات التقيل بتاع الكنافة وبتاع بلح الشام وبتاع الزلابية عندك في البيت، بتاع القطايف بارد. عندك صوص شوكولاتة، في على القناة صوص شوكولاتة موفر وجميل جدا، انا كنت عاملاه، كنت عاملة الزلابية برضو قبل كده وعاملاه بصوص الشوكولاتة. عندكم على القناة اللي يحب على القناة اللي يحب يتفرج عليها. تمام. خلاص اللون ده حلو قوي يعني كده، ولا يعني ده لون حلو ولا يعني ولا متحمر قوي ولا لونها فاتح، لا ده حلو كده. بنبتدي بقى نطلعها، هي دلوقتي سخنة. اول ما نطلعها كده ابتدي بقى، لو عندك صوص شوكولاتة هتحطيها في صوص الشوكولاتة، عندك سيرب هتحطيها في السيرب، هترشي سكر بودر ترشي وهو سخن برضو وهي سخنة دلوقتي. فهو انا هاخد كمية ارش عليها سكر بودر، بيحبوها جدا بسكر بودر وبصوص الشوكولاتة، يعني اكتر كمان من السيرب. عندك صوص كراميل حطي يعني براحتك بقى بالاطعمة اللي انت عايزاها، يعني بقت تعمل بيها اطعمة كتير اهو. انا الشربات ده انا كنت عاملاه، يعني عاملاه وحطاه في برطمانات على الرخامة كده، عشان كل سنة وانتم طيبين الشهر الكريم بقى ايه. يعني انا بستسهل لما يبقى الشربات موجود، بستسهل اعمل الحاجة بصراحة اهو زي ما انتم شايفين. نزلت منه شوية، هنقلبها كده. انا ما بسيبهاش وقت طويل عشان خاطر انا مش بحبها فيها سكر كتير او سيرب كتير، يعني تتغلب بس كده واروح مطلعها على طول في مصفى برضو. يعني بطلعها برضو في مصفى، مش هطلعها على طبق، طلعها في مصفى تنزل الشربات الزيادة اللي فيها ده، بعدين نقدمها بقى في الطبق. واللي هي بالسكر البودر بتحطيها على طول في الطبق التقديم، وترشي بالمصفى كده، بأي مصفى صغيرة سكر بودر بس. وبألف هنا وشفا. يا رب الطريقة دي تعجبكم. الطريقة دي مضمونة جدا جدا يا جماعة وجميلة والله، اللهم بارك، يعني جميلة. دي طريقة الشيف محمود عطية، بصراحة من ساعة ما جربتها وهي اللهم بارك، هي مفيهاش أي بقى افتكاسات، ولا في حاجات بيزودوها نشا واللي يحط بطاطس واللي لأ، النتيجة دي مضمونة. جربوها. السلام عليكم.